شيخ أسامة الشاهين فليتفضل مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على نبيه الذي اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باسمي وباسم الحركة الدستورية الإسلامية وأمينها العام الدكتور ناصر الصانع وإخوانه وأخواته في الحركة، نهدي النائب الفاضل محمد هايف المطيري أجل تحية وأجمل تقدير على مبادراته الرائعة والمميزة دائما في القضايا الإسلامية المختلفة، ونشكره إذ اتسع ديوانه الخاص عندما ضاقت الميادين العامة في الكويت لنصرة الشعب السوري الشقيق، فألف تحية وشكر له ولإخوانه في تجمع ثوابت الأمة. كما نوجه تحية لإخواننا وأخواتنا في حلب الشهباء ودمشق الفيحاء وحماة الإباء ودرع الباسلة وحمص المناضلة وسائر المدن والقرى في القطر السوري الشقيق، فلهم أجل تحية على شجاعتهم في الوقوف أمام نظام دموي دكتاتوري بغيض ذقنا منه 7 شهور طوال في كويتنا الحبيبة، وهو نظام حزب البعث العلماني الذي يتحكم بالرقاب والحريات هناك. فتحية لهم، تحية لهم لأنهم وقفوا في وجه هذا النظام، وتحية لهم لأنهم تحركوا بشكل حضاري سلمي رائع، وتحية لهم لأن حيل النظام البعثي في تفريقهم إلى مذاهب وطوائف لم تنطلي عليهم، فرفعوا شعارات واحدة ووقفوا بصف واحد على اختلاف شرائحهم ومذاهبهم. فتحية منا لسوريا وللسوريين داخلها وللسوريين خارجها. وننتهز هذه الفرصة كي نوجه رسالة إلى إخواننا في وزارة الداخلية وبقية الوزارات والجهات في الحكومة كي يتعاملوا إيجابيا مع هذه القضية وبقية القضايا. فالكويت كما نص دستورها في المادة الأولى منه، الكويت دولة عربية وشعب الكويت جزء من الأمة العربية. هذا هو الدستور الذي أقسمنا جميعا على احترامه وامتثاله. فدعوة منا لتعامل إيجابي من الداخلية مع أي فعاليات تقام. مع الأسف اليوم أصبحنا حتى نعرف أن الفعالية في البيت الفلاني، وأنا أول مرة أتشرف في القدوم لهذا الديوان، أصبح كل ما علينا هو تتبع دوريات الأمن، فشكرا لها لأنها تقودنا فعلا إلى مكان الفعالية، وهذه رسالة منا إليها. إخواني وأخواتي، موقفنا تجاه سوريا في الحركة الدستورية واضح، وقد بينه الأمين العام الدكتور ناصر الصانع البارحة في بيان وزع ونشر في وسائل الإعلام، ووضحه قبل قليل نائب الأمين العام الدكتور جمعان الحربش أيضا في موقفه الواضح. ولكننا أحببنا أن نزيد الكرة ونعيدها أكثر من مرة، ونؤكد على أننا مع الشعب السوري الشقيق في مطالبه العادلة، وضد القمع الذي تمارسه الأنظمة والجهات الأمنية، وما أكثرها في سوريا وما أكثرها في كل دولة عربية، وندعم حقهم في التظاهر السلمي والوقوف مع مطالبهم العادلة. أختم فأقول: صلى الله وسلم على نبينا الذي قال: صفوة الله من أرضه الشام، وفيها صفوته من خلقه وعباده. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشام رباط إلى يوم القيامة. وروى البخاري أن رباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها، فما بالنا بأناس يولدون هناك ويصمدون هناك
المعركة سريع إلى ابن العم يلطم خده، ولكنه لداعي البغي غير سريع. يتشجع اليوم بشار وزبانيته على الشعب السوري بينما طالما تقهقروا أمام إسرائيل وأمام اليهود. تشجعوا اليوم فقط لكي يسقط الله عنهم آخر ورقة كانوا يتدرعون بها، أنهم يقفون في وجه إسرائيل. والله الذي لا إله إلا هو ما وضعتكم إلا إسرائيل، وما وضعتم إلا حماية وتنكيل للشعوب الإسلامية. أيها الفضلاء يا أهل سوريا، بيض الوجوه كريمة أحسابكم، شم الألوف من الطراز الأول. رسالتي إليكم أن التحموا معا ولا تجعلوا لهذا الباغي صولة ولا جولة. إياكم أن تغريكم الوعود والعهود. وباسم أهل الكويت نشكر النواب الأحرار الذين تقدموا باستقالتهم من مجلس الشعب السوري اليوم، فهذا موقف يستحق التقدير. أيها المفتون، إن عليكم واجبا أيضا أن تبينوا حقيقة هذا النظام للأمة، وأن تبينوا أن من جاهده بلسانه وبيده وبفعله فهو إن شاء الله إن لقي حتفا من أهل الجنة. استقالات، تخيلوا يا أحبة ما يدل دلالة واضحة على كفر التصرفات في النظام، أن في بانياس متصل على إحدى القنوات الفضائية يقول إنهم رفعوا صورة الزعيم وطلبوا من أحد الموحدين أن يسجد لها فأبى وقال لا والله، فطلبوا منه وركلوه وضربوه وأدموه رغبة في كسر التوحيد في قلبه، وقالوا اسجد لصورة بشار، فقال لا والذي بعث محمدا بالحق، فأردوه قتيلا ب7 رصاصات في البيضاء وبانياس. هذا هو النظام يريد من هذه الأمة أن تتخلى حتى عن عقيدتها في سبيل بقائه. يا رجال الكويت، إن دوركم تاريخي في نصرة الأحرار، وإن الشعب السوري هو الذي وقف معكم لينقذكم من روقة الظالم البعثي العراقي، فكيف نسلمه اليوم لهذا النظام الفاسد؟ يا دول الخليج، إن المصائب تحوك في هذه المنطقة، وضلعها الأول إيران، وضلعها الثاني النظام السوري، وضلعها الثالث الأحزاب التي تغذى ذات اليمين وذات الشمال. هل تسلم الشعوب لهذا المثلث القذر الذي لن يرعى في مؤمن إلا ولا ذمة؟ اليوم موقف أهل التوحيد قاطبة، اليوم موقف الشعوب والأنظمة في الخليج يجب أن توقف هذا المد وهذا المشروع الذي يريد أن يهدم السوري اليوم ويهدم الكويتي غدا وبعده السعودي وغير ذلك. لذلك الشعوب لم تعد غبية حتى يستخف بها، فعليكم أن تبادروا إلى مناصرة الشعب السوري. يا أهل الدير، أنتم عرب أقحاح، ونجدة العربي من أصول العرب، فماذا ونجدة الملهوف من أصول العرب، فهبوا وصولوا. لا أريد الإطالة، لكن كلمة شكر لا بد أن أقولها في الكويت للنائب الفاضل محمد هايف المطيري على هذا التجمع الذي تعاملت معه الحكومة تعاملا غريبا، منعته في الساحات العامة ثم نقله أمين عام تجمع ثوابت الأمة إلى ديوانه. شكرا يا أبا عبد الله، وجزاك الله عنا كل خير. شكرا يا أهل الكويت المجتمعين اليوم، شكرا لأننا نوصل الرسالة لأهل سوريا قاطبة بأن الشعب الكويتي معكم وينتظر النصر منكم، ولكم منا كل الدعم والتأييد. فلا تغتروا بمن يريد أن يصور الأمة
بغير ذلك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزا الله شيخنا الشيخ فهيد الهيلم على ما قدم. نقدر يا أخوة ما أنتم عليه من الحماسة وما أنتم فيه من التقارب وهذا الحس الجميل الذي يجمعنا من هذا المكان المبارك الذي تحفل وتورد بكم، فنقول طبتم وطاب ممشاكم. مجزرة حماة الكبرى، حدثت هذه المجزرة إخواني في الله في شباط 1982، حيث استمرت خلال شهر فبراير شباط كاملا. وسوف تسمعون يا أخوة عدد القتلى عدد مهول. وجه حافظ الأسد اللواء 142 من سرايا الدفاع، ولواء 47 دبابات، واللواء 21 ميكانيكي، وفوج 41 إنزال جوي قوات خاصة على إسرائيل. لا وألف لا. فضلا عن قوات القمع من مخابرات الأمن السياسي وفصائل حزبية مسلحة، وكأنه حرب مع العدو، والزمان يعيب زمانه ويعيد يومه، فالأمس بالأمس واليوم اليوم، والهدم الهدم والدم الدم. وقد قصفت المدينة وهدمت المنازل وأحرقت ورجمت الأحياء السكنية، وقد أبيد من خلالها بما يزيد عن 30,000 مسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تشرفت العكازات على يديك شيخنا، والذي ارتكز على عقيدة حرة وعزة شامخة لشيخنا الذي لم يتعبه المرض بل أتعب المرض وأتعب من بعده، الشيخ خالد بن عيسى النائب، الشيخ خالد بن عيسى، كل التقدير والاحترام، فلم يحبسه العذر ولم نعذره لأنه موجود. وكما عودنا شيخنا الشيخ الدكتور الشيخ النائب خالد بن عيسى بحضوره ودعمه لقضايا الأمة، ها هو اليوم أمامكم نتمنى أن يحيى تحية تليق بمكانته، فحياه وبياه بين إخوانه. شيخ خالد بن عيسى عضو مجلس أمة، وأكرم من عضو مجلس أمة هو شيخنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أبدأ بشكر الأخوة ثوابت الأمة، فهي في الواقع تحمل هموم الأمة، وأشكر الشيخ حمد